بيبدأ فيلمنا مع 3 أشخاص، جريتل وهانسل وأبوهم اللي بيسيبهم وسط الغابة وهم خايفين. بعدها بيشوفوا بيت من الشوكولاتة والكيكة والحلوى، فبيقرروا يدخلوا. فجأة بنشوف ساحرة شريرة قربت عليهم، وبنكتشف إنها لسه ما أكلتش حد فيهم. بنشوف هانسل وهي حبساه تديله حتة حلاوة ياكلها، وماسكة أخته جريتل بتهدده بيها إنه ياكل الحلاوة أو تموتها. بتروح تاخد هانسل عشان ترميه في الفرن، وبنشوف ساعتها جريتل وهي بتحاول تفك نفسها. بتنجح جريتل في فك نفسها فعلا، وبتروح تمسك سكينة، فالساحرة بتضربها بالسحر ولكن مش بيحصل لها حاجة، وده بسبب إن أمها محصناها بتعويذة. بتهجم على الساحرة تضربها بالسكينة لحد ما وقعتها على الأرض. بتقوم بسرعة تفك أخوها، وبنلاقي إن الساحرة لسه ما ماتتش. بيجري هانسل يضربها بالخشبة وبتقع قدام الفرن، بيقفلوا عليها الفرن وبيحرقوها. ومن هنا بتبدأ قصة أبطال. بعدها بنشوف عمدة البلد اللي اسمه شريف بيعذب بنت جميلة بيتهمها إنها ساحرة، وفجأة بتظهر جريتل وهي حاطة المسدس عليه وقالت له هتسيبها ولا فرتك دماغك. وبالفعل خاف وسابها وأنقذ البنت منه. بتشكر البنت هانسل وبتمشي. بعدها بيروحوا لبيت ساحرة عشان يصطادوه، تبدأ تهرب منهم ولكن في الآخر بيمسكوه. بنشوف عمدة البلد وهو بيأجر ناس فلوس عشان يدوروا على الأطفال المخطوفين، وعرض عليهم مبلغ مالي. بيروحوا الغابة يدوروا عليهم، وفجأة بتظهر الساحرة الكبيرة بتبدأ تموتهم واحد واحد، وبتيجي على آخر شخص تسحره، تبعته مكان جريتل وهانسل، وهناك بينفجر ويغرق كل الموجودين دم. بنشوف الساحرة وهي بتتكلم مع أصحابها وبيقولوا لها صيادين الساحرات قربوا مننا. بيبدأوا يجهزوا خطتهم، وبنشوف إنهم ماسكين طفل صغير عشان يشربوا دم. بنشوف هانسل وهو في السوق بيشتري هدوم، وبيقابل بنت الجميلة اللي شافها في الأول اللي اسمها مينا. بدأوا يتكلموا مع بعض، وفجأة بيروح هانسل يقعد في مكان وياخد حقنة، وبنعرف إنه مريض سكر بسبب حلويات الساحرة وهو صغير. وبيودع مينا ويسيبها ويمشي. بنشوف الساحرة في وسط الغابة بتدور على طفل تخطفه، وبنعرف إن جريتل وهانسل عاملين فخ بتقع الساحرة فيه. وبتقوم الساحرة تتخانق معاهم وبتجري، ولكن بتخبط في شجرة وبيظهر راجل غريب بكهرباء ويمسكوه. بياخدوا الساحرة يعذبوها عشان يعرفوا مكان الساحرة الكبيرة، وبتقول لهم على انهم مجهزين خطة هينفذوها يوم اكتمال الامر الدموي. بتظهر الساحرة الكبيرة وهي طايرة وبتبدأ تولع في القرية كلها. بيبدأ الساحرات في غزو القرية عشان يخطفوا الاطفال، وبنشوف غول ضخم مشغلين خدام عنده. بتظهر الساحرة الشريرة بشكل انسان عادية، وبتروح مكان جريتل بتمسكها تخنقها، وبتشم منها ريح الدم اللي هو الدم اللي هي عايزاه. بنشوف شريف بيضرب نار عليها ولكن هي بتصده بالسحر. تروح تقرب منه وتسحره وتخليه يقتل نفسه. يجي الشاب الصغير ياخد جريتل ويهرب، والواضح من الفيلم ان هو بيحبها اساسا. بتخش الساحرة تنقذ صاحبتها برضه ويهربوا. بيظهر رئيس القرية والناس بتحتج عليه، وبيجي العمدة يتهمه بأنه السبب في كل اللي حصل. بيضرب العمدة رئيس القرية بالنار ويقتله. بنشوف الشاب الصغير بينظف جريتل من خناقة امبارح وبيحاول يقرب منها، وفجأة بتسحب الذوق ايده. بيبدأوا يتكلموا ويحكوا لبعض قصصهم، وبيحكي لها على ست كانت ساحرة وبيضاء اتهموها الناس زمان بالسحر. وبتعرف جريتل ان الست دي امها، اللي بالمناسبة هي اللي حصنتها من اذى الساحرات الشرير. وقال لها الشاب الصغير انهم اللي حرقوا امها زمان. بيظهر هانسل وهو متعلق في شجرة بسبب اخر خناقة، وبتجيله مينا وتسأله انت كويس. بيقع من على الشجرة على الأرض وبتاخده معاها. وفي الجهة التانية جريتل في نص الغابة بيظهر لها مجموعة أشخاص بيبدأوا يضربوها، وبنكتشف إن دول تبع عمدة البلد الشرير. هنرجع تاني لهانسل اللي مقضيها لفلافا مع مينا اللي بتبدأ تعالجه، وبيعرف إنها ساحرة بيضة. بينزلوا البحر سوا وهنقطع المشهد هنا. نروح لجريتل اللي الناس ضربوها عذبوها، وبيشوفها الغول اللي شفناه في البداية بيتعصب من الناس ويبدأ يهجم عليهم ويضربهم، وبيروح على العمدة ويفعص دماغه. بيشتغل الغول جريتل وياخدها عند الشلال يعالجها ويسيبها ويمشي. واللي بنعرف انه اسمه ادوارد بتقعد تنادي عليه بس برضه بيمشي. وبيظهر هانسل وهو رايح بيت كده في نص الغابة، وفجأة أخته بتضربه من ظهره وبيقعوا هما الاتنين على بعض. وبتعرف إنه أخوها. بيتمشوا في البيت وبيعرفوا إنه بيتهم القديم اللي كانوا عايشين فيه وهم صغيرين. بيقعدوا وجريتل بتحكي لهانسل وتقول له عايز تعرف إيه اللي حصل لأمنا. فجأة بتظهر الساحرة في هيئة إنسانة وبتحكي لهم عن اللي حصل لأمهم أدريانا وأبوه. بيهجموا عليها وبتضرب هانسل بخنجر وترميه في حفرة البيت، وبتخطف جريتل. بتظهر مينا وهي بتصحي هانسل وبيقول لها ما تقربيش مني، وبيسألها أنت ساحرة؟ قالت له أنا مش زي الساحرات التانيين. قال لها هروح ادور على اختي. قالت له فين؟ برطم بالكلام كده. هي فهم. قالت له على مكان في وسط الجبال. بيبداوا يجهزوا المعركه الكبيره والاخيره، وبتظهر جريتل وهي في قفص محبوسه، وبتشوف ادوارد قدامها بيتكلموا وهو بيبان عليه الحزن، وبتطلب منه مساعده. فبتيجي ساحره تضربه بالقلم وتشتمه وتقول له اشتل الاطفال وتعالى ورايا.
بيجهز هانسل ومينا والشاب الصغير الفخاخ بتاعتهم عشان هتبقى أكبر ملحمة دموية هنشوف. بيظهروا الساحرات وعاملين حفلة كبيرة زي حفلات التنكر كده، بس دول حقيقيين. تظهر جريتل مرة تانية والساحرات بيضربوها في بطنها. بيبدأوا يحضروا المراسم بتاعتهم، وإدوارد شادد الأطفال بيوديهم للساحرة الشريرة. بنشوف هانسل ومينا واقفين منتظرين لحظة معينة بتقول الساحرة الشريرة إن ده يوم القمر الدموي وموت أكبر ساحرة بيضة. يظهر هانسل وبيقطع كلامها ويقول لهم كده ينفع ما تعزمونيش، وبتيجي ساحرة من الساحرات عشان تموته. هو طبعا واقف خايف إن السحر اللي عامله على الطلق ما يشتغلش، وأول ما الساحرة تقف قدامه بيطير راسها، وبتبدأ مينا تضرب نار بالرشاش من فوق وبتبقى ملحمة دموية. والساحرات بيجهزوا الأطفال في أسرع وقت عشان القمر ما يفوتهمش. بيروح إدوارد يفك جريتل وتيجي الساحرة الشريرة ترميه من فوق الجبل. بيبدأوا يتخانقوا والشمس بتطلع يعني فوات الأوان. تهرب الساحرة الشريرة والشاب الصغير بيشوفها فبيضربها بالنار يوقعها. جريتل بتروح تبص على إدوارد بعد ما وقع وحاولت تصحيه وفعلا صحى. وبنروح لهانسل ومينا اللي بيلاقوا الساحرة الشريرة ماسكة الشاب الصغير. بتبدأ الخناقة من تاني وبتضرب هانسل توقعه على الأرض. مينا بتطلع لأول مرة عصايتها السحرية وبتضرب الساحرة بيها، ولكن الساحرة مش بيحصل لها حاجة. بتروح الساحرة تخنق مينا وتطعنها وبتقتلها. بعد معركة كبيرة دموية قدروا يموتوا الساحرة الشريرة وبياخدوا راسها ويحرقوها. كده يكون خلص الفيلم بتاعنا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان نشوف كل جديد. سلام.